السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد وفي قضيه جديده. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ صحيحه مزيانه؟ كلشي هو هذاك. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. كنبغي نقول لكم شكرا لكم بزاف على اخر فيديو اللي حطيت لكم، لانه طلبت منكم تفاعلوا معاه مده طويله وانا غابره. شكرا لكم بزاف على دوك كميات لي كومونتير اللي خليتوا ليا، الدعوات. شكرا لكم بزاف على القلب الطيب اللي يخطيكم عليا، والله يسهل عليكم كاملين. دائما كتوقفوا معايا في اي طلب كنقولوا لكم، وبما انه غبرت فانا اكيد كنت وجدت لكم بزاف ديال القضايا، ومن ضمنهم القضيه ديال هاد النهار. وكيف ما قلت لكم من قبل، ما غاديش نبقى نهضر لكم في المقدمه على الاحداث ديال القضيه، غادي ندخل لكم في التفاصيل ديالها مباشره. فاذا كنتوا كتشوفوا هذا المحتوى اول مره وعجبكم وكنتوا بطبيعه الحال من المحبين ديالو، نزلوا دابا واشتركوا فيه باش يوصلكم اي جديد من القضايا اللي كنحط. كذلك ضغطوا على زر الجرس باش في اي وقيته نحط شي فيديو يوصلكم الاشعار. ما تبخلوش عليا بواحد لايك، كومونتير زويون وبارطاج مع الناس اللي كتعرفوا باش تكبر القناه ديالنا ان شاء الله. فنبداو في قضيتنا لهذا النهار على بركه الله. القصه ديال اليوم كتسافر بينا لمدينه جديده، وبالضبط في سنه 2013، وكتعود بين لواحد السيد الاسم ديالو السعلي، وفي عمره 52 عام، وهو كان حارس مقبره مده طويله، وهو كيخدم في هذه المهنه وكل شيء تعرفوا. ما ساكنش بعيد على هذه المقبره اللي كيحرس فيها، ساكن شويه قريب في واحد الحي. دائما كيمشي بالموطور ديالو وكيرجع، والاغلبيه تعرفوه، يعني ما كاينش اللي ما كيعرفوش هو اللي كيحرس ديك المقبره. الروتين ديال السيلي كان دائما كيجي مع 7 ديال العشيه، كيحرس المقبره حتى 7 ديال الصباح، ومن بعد كيتناوب هو واحد الشخص اخر. عاوتاني ملي كيمشي السيلي مع 7 الصباح للدار ديالو، واحد السيد اخر كيجي حتى هو مع 7 وكيبقى حتى 7 العشيه. وبعض المرات السيلي وهذا اللي كيتناوب معاه كيتبادلوا، مره السيلي كيشد بالنهار ومره داك السيد كيشد الليل. فهنا وضحت لكم اشنو اللي كاين باش تعرفوا اشنو اللي كاين من بعد. المهم في واحد النهار السعلي غادي يجي مع 7 العشيه كيف العاده، غادي يجلس في البليصه ديالته وكيبدا يدور مره جهه المقبره، كيشوف شنو اللي كاين، شي حاجه الا ماشي هي هذيك، ومن بعد كيرجع لبلاصتو، كيجلس كيشرب شي اتاي قهوه، كياكل شي حاجه. المهم مره تيجلس، مره كيمشي كيضرب دويره، كيبقى بحال هكاك الليل كامل حتى كيصبح الصباح. المهم في واحد الوقيته اللي هو كان كل مره كيمشي تيضرب دويره وتيجلس، كان شويه بشويه كيشم واحد الرائحه اللي كتثير الشك. في كل مره كيمشي تيضرب دوره وكيقلب مزيان ما كيلقى حتى شي حاجه، مع العلم هذا الرائحه كانت مثيره للشك، وبالنسبه ليه هو بحال اللي كيعرفها بحال الا شي حاجه ديال الجيفه. فقال مع راسو ياك ما جثه ديال شي حد مثلا طلعت من المقبره ولا شي حاجه ما هي هذيك. المهم دخلوا الشك وفي نفس الوقت تخلع. المهم دوز ديك الليله كلها وهو هكاك، كل مره كيمشي يدور لدرجه النعاس طار عليه، موالف كيضرب واحد الدويره ويرجع يتكا واحد شويه. هاد المره نهائيا طار عليه النعاس ديال بسطح، بقى بحال هكاك حتى صباح الصباح. المهم غير وصلت 7 الصباح، غادي يجي داك السيد غادي يعاود ليه اللي كاين، يعني هذاك اللي كيتناوب معاه. قال ليه ودي راني كنشم واحد الرائحه، خاصه ملي كيقرب لواحد الجهه اللي كانت قريبه من السور. غادي يمشي هو وياه كيقلبوا كيشوفوا اشنو اللي كاين، ما لقاو حتى شي حاجه، ولكن فعلا بجوجهم كيشموا الرائحه. فهنا غيقولوا مع بعضياتهم ياك بهذا الرائحه جايه من وراء السور، يعني ماشي الوسط ديال المقبره. المهم هنا السعلي غادي يقول لي بما انه انا غادي نخرج ضروري غادي نمشي نضرب واحد الدويره نشوف من وراء هذا السور ياك ما كاينه شي حاجه، لانه باش تدور من وراء هذا السور هذا خاصك تضرب واحد الطواله نيت، وبما انه هو عنده موتور صافي غادي تجيه سهله. فعلا دازت الهضره بحال هكاك، غادي يركب السعلي الموتور ديالو، قبل ما غيمشي للدار غادي يمشي يضرب واحد الدوره على هاد المقبره هادي. المهم بقى غادي كيدور حتى كيقرب لجهه السور اللي هو موالف كيجي ليه وكيشم ديك الرائحه. غير هو وصل تما كتبان ليه جثه ديال شي شخص مرمي تما، وعليه الترابه وعليه بزاف ديال الحجر. وبما انه الليله اللي سبق، يعني قبل ما يكتشف هاد الجثه ديال هاد الليله هادي ويشم ديك الرائحه، كانت طاحت الشتا كثيره. المهم بدا يقرب شويه، غادي يلقى على انه هاد الجثه كتعود لشمره، وكانت الرائحه كريهه بزاف لانه زاد قرب ليها، وكانت هاد الجثه ملاصقه بالضبط مع السور ديال المقبره، يعني اي واحد يجي من الجهه الاخرى غادي يشم ديك الرائحه. المهم في هاد اللحظه هادي غادي يصوني على البوليس، غيعاود ليهم اللي كاين، ومباشره غادي ينتقلوا لعين مكان. البوليس ملي غادي يجيو ويتحققوا من القضيه فعلا غيلقاو جثه تما، غيقلبوها وخلاص غادي يلقاو على انه السيده ميته، وتقريبا عطاوها شي يومين باش هي تما، لانه الرائحه بدات كتعطى، فماشي مثلا غير ديك اللحظه فاش تلاحت.
زائد انه باينه بحال الا شي حد كان كيحفر تما على اساس انه يردمها، ولكن بحال الا ما قدرش يحفر بزاف، غير حفر واحد شويه وبدا كيرمي عليها الترابه وشحال من حاجه، ولكن حيت طاحت الشتا هذيك الترابه كلها تحيدات، وبالتالي الجثه بدات عاطيه منها للشمس، من بعد عاد بدات كتعطى هذا الرائحه هذه. هنايا غادي نمشيو عند العساس، اكيد غادي يعاود لهم كل شيء بالتفصيل، يعني ما خبى عليهم حتى شي حاجه. من ديك الليله ملي جا بدا تيشم شنو اللي كاين. المهم داكشي كله اللي عاودت لكم انا عاودوا ليهم هو بالتفصيل. وخلاص شي وحدين من البوليس كانوا مزيان كيعرفوا هذا العساس بانه مده طويله تيعس في هذه المقبره، واحد الانسان عنده سمعه زوينه وما غاديش تكون عنده ايد بهاد الجريمه هذه. بطبيعه الحال غادي يحققوا معاه ويسولوا معاه شحال من حاجه، غادي يسجلوا الاقوال ديالو، ومن بعد غادي يطلقوه حتى وكان يدوز عندهم المركز ويعاودوا يسجلوا ليه واحد المحضر. فهاد اللحظه غادي يدوزوا للمعاينه ديال الجثه. بطبيعه الحال غادي تكون حضرات الشرطه العلميه والتقنيه باش كل واحد يدير الخدمه ديالته. على حسب المعاينه الاولى كتبين على انه هاد الجثه كتعود لشي سيده تقريبا في بدايه الثلاثينات من عمرها على حسب التقدير اللي عطاو، زائد انه في الراس ديالها كانت متلقيه واحد الضربه على جنب. من بعد ملي بداو تيقلبوا في الجسد ديالها ما كانوش على شي ضربات ولا شي جروح، ولكن من الجهه ديال عنقها كانت شي حاجه حمراء كبيره بزاف وعليها شي جروح اللي كانوا خفافين بزاف. خداو احتمال بانه السيده بحال الا شي حاجه كانت مزيره على عنقها، يقدر شي عصا ولا شي حديده ولا شي حاجه نيت اللي غادي تكون جرحاتها من بعد. وزائد انه حتى العنق ديالها غادي يلقاو من كثره داك الضغط بحال الا تعوج ليها واحد شويه على جنب. فهادشي اللي توضح لهم من الاول. بطبيعه الحال من بعد غادي يخرج تقرير الطب الشرعي ويبين لهم بالضبط اشنو اللي كاين. من بعد غادي يمشطوا مزيان مسرح الجريمه، ولكن ما لقاو حتى شي حاجه اللي كثير الشك. غادي يهزوا الجثه ويصيفطوها للتشريح الطبي. من بعد غادي يطوقوا شويه ديك المنطقه حتى وكان الا من بعد بغاو يرجعوا يتقلبوها مزيان، وغادي يرجعوا لمركز التحقيق. واي واحد كان في هذيك المنطقه او لا قريب من تما غادي يحاولوا على انه يسولوه باش لا شاف او لا عرف شي حاجه. ملي رجعوا للتحقيق اولا هاد الجثه باقي ما كانوش عارفين الهويه ديالتها، لانه ما كان عندها لا بسطام لا تليفون لا حتى شي حاجه باش يعرفوا شكون هي. من بعد غادي يقلبوا في بلاصه الملفات على العائلات اللي تيجي ويقدموا واحد البلاغ اختفاء بخصوص شي واحد من افراد العائله ديالتهم، باش لا ربما يلقاو شي حد من عائله هاد الضحيه جاء وقدم شي بلاغ عليها. فعلا ملي بداو تيقلبوا غادي يلقاو على انه غير البارح في الصباح جا واحد السيد، هو واحد السيده كبيره، تيقول بانه هاد السيده الكبيره هي الام ديال الزوجه ديالته. المهم تيقول بلي انه الزوجه ديالته كانت خرجت بالليل وما رجعتش نهائيا. عياو ما يقلبوا يسولوا عليها، سولوا على صحاباتها البلايص اللي كتمشي ليهم، ولكن لقاو بانه غبر ليها الاثار. ملي صباح الصباح غادي يجيو يقدموا بلاغ اختفاء عليها، وهما خلاص غادي يكونوا سجلوا المعلومات باش زعما الا عرفوا شي حاجه يعيطوا لهم. ومن ضمن هاد المعلومات كانوا عطاو التصويره ديالتها، سميتها وكنيتها، وهكا من خلال التصويره غادي تعرفوا بانه فعلا هاد الناس اللي جاو قدموا بلاغ على هاد السيده هي نيت السيده اللي تلقات في هذاك الصباح مقتوله. ايوا مباشره غادي يعيطوا على الزوج اللي كان جا قدم بلاغ بخصوص الزوجه ديالته، خلاص حتى الام ديال الزوجه، وغادي يجيو لمركز التحقيق. وهنا الضابط غادي يعاود لهم داكشي كامل بالتفصيل باللي الزوجه ديالته تلقات مقتوله من وراء المقبره وبجميع التفاصيل اللي عاود. الزوج ونسيبته اللي هي الام ديال الضحيه بغاو ينهاروا بالبكاء والصدمه من قوه هادشي اللي سمعوا، لانه ما قدروش وما تيقوش بعلاش يقدر يوقع بحال هادشي هذا. وهاد السيده كان الاسم ديالها اصلا فاطمه، ولكن هما كانوا كيعيطوا ليها في الطومه بحكم انه الضحيه ما كانتش كتحمل نهائيا الاسم ديال فاطمه، فداكشي علاش الاغلبيه كانت تيقول ليها في الطومه على حسب داكشي اللي هي بغات. المهم هنا غادي يدوزوا للتحقيق مع الزوج وحتى مع الام ديال الضحيه باش يسولوهم على السيده اشنو اللي غادي يكون يقدر وقع ليها وامتى اخر مره شافوها بالضبط. وهنا غادي يبداو مع الزوج اول واحد، وغادي يبداو يسولوه اشنو كتعرف على الزوجه ديالتك، صحاباتها، امتى اخر مره شفتيها، واش عندها شي اعداء، ضربات مثلا مع شي واحد مؤخرا من الجيران، من شي واحد حدا الدار، اي حاجه تقدر تعرفها على الزوجه ديالتك تقولها لينا. على حسب الاقوال ديال الزوج تيقول بانه اخر مره شاف الزوجه ديالته فاش جات عنده للورشه، لحقاش هو عنده واحد المحل ديال النجاره كبير مشاركو هو واحد السيد والمده طويله هو خدام تما. المهم تيقول بانه جات عنده تقريبا مع ديك 9:30 ل10 ديال الليل، ما عقلش، كان هو خدام بزاف ومشغول ومضغوط لانه خاصو يسالي واحد الخدمه هذيك الليله باش الغد ليه يجيو يديوها ماليها، لحقاش تعطل عليها واحد شويه.
المهم غادي تدوز عنده وغادي يهضر معها واحد شويه. ملي سولوه البوليس علاش اصلا دازت عندك، واش قلتي ليها شي حاجه، واش بغات شي حاجه، فهنا غادي يقول لهم بلي اصلا الزوجه ديالي قالت لي بلي باغا تبدل شي بلاكارات في الكوزينه، فانا قلت ليها تجي تشوف شي نوع ديال الخشب بما انه جانا جديد، فداكشي علاش دازت وشافته وعجبها، وقلت مع راسي صافي غادي ندير هاد النوع ديال الخشب لانه كنا بغينا نبدل البلاكارات ديال الكوزينه. من بعد هضرنا واحد شويه، تناقشنا على هذا الموضوع صافي ومشات، وقالت لي بلي غتمشي مباشره للدار. واصلا من قبل هي كانت خارجه وقالت لي بلي خارجه مع شي صاحبتها، فجات عندي المحل في واحد الطاكسي حطها قضات الغرض معايا، ومن بعد قالت لي بلي غادي تمشي، وبين المحل والدار ديالهم كاينه واحد المسافه، يعني ما كانتش قريبه بزاف. فمن تما هذه اخر مره كان شافها. وملي سد المحل ديالو لانه اصلا جا معطل بزاف، تقريبا ما جا حتى لجي الجوج ديال الليل. ملي رجع للدار انا كيتفاجئ على انه مراته في الطومه ما كايناش في الدار، فغادي ينزل للسفلي لانه في السفلي ساكنه الام ديالها وواحد اختها. اصلا هاد الدار كلها ديال هاد النجار، ونسيت ما قلت لكم بانه هاد النجار كان الاسم ديالو حسن. هاد الدار كلها كانت ديال هاد السي حسن، وفي السفلي عاطي لهاديك الدار الام ديال الزوجه ديالته واختها لانه كانوا الناس ما فحالهمش، فقال بما انه هاد السيده كبيره نعتبرها بحال الام ديالي، فخلاهم يسكنوا في هذاك السفلي. المهم ما عليناش، غادي يهبط للسفلي غادي يسول الام ديالها وحتى اختها، قالوا ليه بلي ما شفناهاش، وعند بالنا بلي راه طلعت لدارها، ما شفناهاش اصلا من الوقيته ديال العشيه، يعني كانت في الوقيته اللي غادي تخرج قالت لهم بلي تمشي تشوف شي صاحبتها، غير دازت عندهم طلات عليهم ومشات، ففي الوقيته اللي غادي تكون رجعت ما شافوهاش نهائيا. فهنا السيد دخلوا الشك، اصلا دابا تقريبا راه وصلت شي جوج ديال الليل، فين غادي تكون السيده مشات؟ بدا تيصوني عليها كيلقى التليفون ديالها طافي. ايوا مشى عند شي وحدين من الجيران تيسول لانه تتجمع معاهم بعض المرات، تيقولوا باللي ما شافوهاش اصلا في هذيك العشيه. ايوا هنا خرج السيد تيقلب ويسول ويقلب ويسول، وحتى الام ديالها طار عليها النعاس، كلهم ديك الليله طار عليهم النعاس لانه السيده غابره وما موالفاش دير بحال هكا. بقاو بحال هكاك حتى الصباح تقريبا مع ديك العشرة مباشره غادي يجيو لمركز الامن وغادي يقدموا بلاغ على فطومه بجميع المعلومات اللي عطاوهم، وبداو تيتسناو شي خبر منهم. ولكن في نفس الوقت حسن تيقول بانه ما جلسش كيتسنى، ما خلى فين سول وقلب على مراته حتى شي واحد تيقول باللي ما شافهاش. المهم هنا غادي يسجلوا الاقوال ديالو ومباشره غادي يدوزوا عند الام ديال فطومه، حتى هي بداو تيسولوها نفس الاسئله. فهنا لقاو الام بلي ما عرفاش بزاف ديال المعلومات، من غير انه اخر مره قبل ما تخرج فطومه دازت عندها، تناقشوا يعني هضروا هضره عاديه كيف ديما، ومن بعد غادي تخرج قالت لهم بلي غتمشي تلاقى مع شي صاحبتها، ومن بعد غادي تعاود ترجع. المشكل انه واخا خرجات غادي تكون تلاقات مع صاحبتها، لحقاش اصلا رجعت في طاكسي عند راجلها، ومن تما قالت ليه بلي انا غنمشي للدار، يعني راه غير من ورا ديك 9:30 ل10 فاش السيده غبرات. غادي يعاودوا يسولوا راجل الضحيه وحتى الام ديالها، هاد الصديقه اللي غادي تكون خرجت وتلاقات معها في ديك العشيه قبل ما تغبر، شكون هي واش موالفه تجي عندها. هنا الام كتقول بانه ما كتعرفش هاد صاحبتها، لانه كانت كتقول لها بلي شي وحده جديده وتعرفت عليها، واصلا على حسب ما كيعرفوا ان فطومه عندها بزاف ديال الصحابات، كل مره جايه داخله عندها شي وحده، يعني حتى شي واحد فيهم ما كانش عارف بالضبط شكون هي هاد صاحبتها اللي غادي تلاقى معاها. حتى راجلها تيقول نفس الشيء، هاد صاحبه فطومه ما عرفاش شكون هي اللي غادي تكون تلاقات بها. المهم دازت الهضره بحال هكاك، غادي يسجلوا الاقوال ديالهم، وكذلك غادي يدوزوا عند الجيران يبداو يسولوا معاهم، وكاع الناس اللي تيعرفوا فطومه، وحتى اختها الصغيره غادي يسولوها، ولكن حتى هي ما كانوش عندها شي معلومات كثيره على الاخت ديالها. فهنا ملي دازوا تيسولوا الجيران ويحققوا معاهم، وخاصه الناس اللي قراب من فطومه وتيعرفوها مزيان، كانوا تيقولوا عليها واحد الهضره اللي ماشي حتى لهيها. الاغلبيه ما كانش كتعجبوا فطومه، علاش؟ لانه تيقولوا واحد السيده ولات متكبره بزاف. قبل 3 سنين فاش يلاه تزوج بها راجلها كانت ظريفه درويشه وحانيه الراس، وحتى ما تيعاودوا عليها باللي ظريفه الله يعمرها دار ما كتهزش الراس فيها. ولكن من بعد تقريبا شي عامين بحال هكاك السيده تبدلات، خاصه ملي راجلها كتب ليها الدار. هنا البوليس غيعرفوا واحد المعلومه باللي هذيك الدار كانت ديال راجلها، ولكن من بعد كتبها ليها بالضبط في واحد النهار ملي كان عيد زواجهم. المهم ما عليناش، كيقولوا هاد الجيران بلي النهار اللي فطومه كتب ليها راجلها الدار بحال الا السيده تبدلات ولات متكبره بزاف،
وما بقاتش كتعبرهم، حتى كاع الا جات عندهم ولات كتهضر معهم بواحد الطريقه اللي ماشي متواضعه، باللي زعما هي ماشي من المستوى ديالتهم. ولات عندها دار، ولات كتلبس مزيان، كل مره كتشري شي قطعه من الذهب. طبيعه الحال راجلها اللي كيشري ليها هادشي كان تقريبا كلشي كيحسدها على راجلها، لانه كان متهلي فيها وكيبغيها وكيبين ليها هذاك الحب. كانت اي حاجه بغاتها في الطومه كيحضرها ليها راجلها. بطبيعه الحال راجلها هادشي ما تيقولوش وما تيهضرش فيه نهائيا، ولكن هي ما كتسكتش وما كاينش اللي ما تعرفش اشنو اللي كيدور بينها وبين راجلها. الله يجعل عليها تزاد عليها غير بياسه بسيطه، شي حاجه اللي عاديه كطير وتمشي تقولها لهم، يعني ما كانتش كتعرف شي حاجه سميتها السترة نهائيا. زائد انه شي البعض من الجيران اللي كتكون متداخله معاهم كانت كتقول لهم باللي زعما راجلها هي دايره تحت الصباط وما يقدرش يدير معاها اي حاجه ماشي حتى ليها. يعني زائد حتى الهضره على راجلها ما كانتش كتحترمه، ما كانتش كتقدره، وكانت كتقول شي هضره اللي ماشي هي ديك، زعما باللي هي متحكمه فيه وتقدر تسيرو كيف ما بغات. ولكن هاد الهضره ما كانتش كتوصل لحسن، واصلا كاع الا وصلته ما كيعمرش راسو بها، لانه السيد نهار وما طال خدام، يعني مشغول بالخدمه معمر راسو. اما خلاص مراته راه ما عندها ما يدار مقابله غير الدار والجيران والصحابات، يعني ما عندهاش شي حاجه علاش غادي تشغل بالها. المهم هادشي الاقوال ديال الجيران الاغلبيه ما كانوش كيقولوا واحد الهضره زوينه على فطومه. فملي انتقلوا عند واحد الجيران اللي متكونين من اب وام، هنا غادي يقول لهم هاد الاب واحد الهضره اللي كانت كثير شويه الشك. غادي يقول لهم بلي هاد فطومه مؤخرا وليت كنشوف عليها شي تصرفات اللي ماشي حتى ليها، واصلا مشيت وقلتها لراجلها حسن. ملي سولوا البوليس اشنو هما هاد التصرفات، غادي يقول لهم بلي في واحد النهار كنت جالس في واحد القهوه اللي بعيده بزاف، يعني ماشي قريبه من تمايا، ماشي من دوك القهاوي اللي تيكونوا مثلا فيهم غير رجال او اللي كيكونوا عامرين بالسجائر. كانت واحد القهوه محترمه اللي كيجيو ليها العائلات. المهم في واحد النهار هو غادي يمشي لهاد القهوه، جالس ما عليه ما بيه، حتى كتبان ليه فطومه داخله وكاين معها واحد السيد. بقى كيشوف فيها وكيشوف هذاك السيد وتيقول هاد السيد زعما ما عمري ما شفتو. زعما يكون الاخ ديالها هو على حسب العلم ديالو باللي فطومه ما عندهاش خوها نهائيا، كاينه غير ما واحد اختها صغيره، حتى من الاب ديالها متوفي، لانه بحال هاد الخبارات كيكونوا الجيران عارفينهم على بعضياتهم. بقى كيشوف فطومه. المشكل انه هاد السيد عيا ما يحقق فيه زعما واش فايت ليه تلاقاه، ولكن ابدا ما عمر الصوره ديالته دازت على وجهه. الطريقه اللي كانت جالسه فطومه مع هذاك السيد ما كتدلش على انه تتعرفوا قريب من العائله، كتبين بحال الا عندهم شي علاقه مع بعضياتهم، من الطريقه اللي تتهضر، من الطريقه اللي كتقيس ايدها ايد هذاك السيد، وحتى هو تيشوف فيها شي نظرات بحال ديال الاعجاب ديال الحب. المهم غير هو شاف هادشي هذا دخلو الشك ديال بصح، وقال اكيد باللي هاد السيده عندها علاقه مع هذا. وهنا هاد الجار كان كيعرف السرباي ديال هذاك القهوه، وغادي يسولو على هاد فطومه واش فايت ليها جات وهذاك السيد. فغادي يقول ليه السرباي بالنسبه لهذاك السيد كيعرفو مزيان، وقال ليه بلي هو من داك النوع بلي كل مره جايب شي بنت معاه. فغادي يقول ليه باينه بلي هادي شي وحده جديده تعرف عليها وعاوتاني جايبها معاه. ايوا هاد الجار غير سمع هادشي تصدم بزاف وما قدرش يتيق، ولكن ما بغاش يتسرع في الحكم على فطومه. غادي يرجع ويعاود هادشي للزوجه ديالته، بدا تيسول على داك الشاب شنو زعما تقدر تكون العلاقه ما بيناتهم. ولكن حتى مراته دخلها الشك وقالت اكيد بلي هادي كدير شي حاجه من وراها، حيت السيده النهار وما طال وهي خارجه دايعه في الزناقي ما كاينش اللي يهضر معها ولا يقول ليها حتى شحال في الساعه. فهنايا هاد الجار في واحد النهار ملي تلاقى حسن، غادي يقولها ليه تقريبا غير من بعد شي يومين ولا 3 ايام، غادي يجلس مع هاد حسن في الورشه ديالته. كان دايز شاف السيد خدام فكلا خاطرو، قال غادي نمشي نقولها ليه ولي ليها. المهم اللي مشى عند حسن جلس معاه بالعقل، وحسن كان كيحترم هاد السيد لانه كان كبير في العمر، واحد الانسان متدين، ماشي ديال شي واحد اللي غادي يخلق المشاكل غير هكاك. فحتى هو دخل معاه في واحد الموضوع باحترام، وبلي زعما هو ما ناويش يرمي الباطل على مراته. حسن بقى كيتصنت لهاد السيد وعاود ليه كلشي بالتفصيل، بلي شاف مراته واحد القهوه كاين مع واحد السيد، ما بغاش يتصرف. يقدر انت يكون عندك علم بلي مراتك مشات تلاقات مع شي واحد ويقدر من العائله. حسن بقى غير كيتصنت وطالق ودنيه. من بعد قال لي شكرا، انا غادي نعرف اشنو اللي كاين من وراء هادشي هذا. من بعد ما عاودش جبد معاه هذا الموضوع ولا قال ليه حتى شي حاجه، وتيشوف من بعد باللي حسن عادي كيتصرف مع مراته، ما بيناتهم حتى شي حاجه. فهاد الجار قال مع راسو واقيلا راه هذاك السيد كيجيهم من العائله، وغير انا تسرعت في الحكم، حيت كو كانوا شافوا شي حاجه اللي ماشي هي هذيك غادي يسيقوا ليها الخبر الجيران. ولكن واخا هكاك واحد الجاره اخرى كانت كتقول واحد الهضره باللي العلاقه ما بين فطومه وراجلها ما بقاتش كيف ما كانت، خاصه
خاصة من وراء ما كتب ليها الدار، ما بقاتش كتعاملو مزيان. مثلا ملي كيرجع للدار كيلقى الغدا موجود، توجد ليه الفطور، تدي ليه مثلا كسكروط للورشه ديالته حيت كيكون خدام هو وداك الصديق اللي مشارك معاه هذيك الورشه. يعني كانوا كيلاحظوا على التصرفات ديالها باللي ماشي هما هادوك، زائد هي تتقول هاد الهضره هادي. المهم هادشي كله غادي يجيبوا هاد الخبار غير من عند الجيران، وملي غيرجعوا خلاص عند الام ديال فطومه اللي ساكنه في السفلي، وغادي يبداو يسولوها على العلاقه ما بين بنتها وراجلها حسن كيف دايره. فهنا غادي تقول لهم بلي اول حاجه حسن واحد السيد لا يعمرها دار، عطانا دارو كيصرف علينا، انا كذلك الا مرض كيديني كيداويني، ما كيخلي ما يدير على قبلي. وحتى من القرايه ديال بنتي الصغيره اللي ساكنه معايا حتى هي مهلي فيهم ومخلينا محتاجين من حتى شي حاجه. اما خلاص فطومه راه كل لقى فوق راسو يحطها، ما كيخلي ما يدير على قبلها، لدرجه انه غادي يكتب ليها الدار كلها بسميتها غير باش يامن عليها. زيد عليها ما يخلي ما يشري ليها من الذهب من الحوايج، يصفرها اللي حلات عليها فمها كيحضرها ليها. ولكن هنا الام كتعترف نيت من راسها وعلى بنتها باللي بنتها تبدلات وما بقاتش كيف ما كانت، عيات ما تجلس معاها وتهضر معاها وترد ليها عقلها. ولكن كتشوف البنت ماشي هي هذيك، ولات كل مره تقاد وتخرج. ملي تسولها امها فين غدا تقولها غدا نتلاقى مع صاحبتي. امها كانت كتخاصم عليها بلي هاد الدخول والخروج بزاف مع الصحابات ما صالحش ليك، انتي مرا مزوجه وخاصك تديها في دارك وراجلك. ولكن فطومه اللي كان فراسها غير راجلها يدير من هنا مع الباب هي تخرج من هنا مع الباب، ما كانتش مسوقه نهائيا لهادشي. راجلها فعلا ولا كيلاحظ التصرفات ولا كيدور فيها وكيتخاصم معاها، ولكن السيده ولات كتنوض كلمه جوج، ولات كتقول ليه الا ما عجبكش الحال خرج عليا. فهنا السيد بحال الا بدا تيحس بانه مهدد انه ينعس على برا في الشارع. فداكشي علاش واخا كان حاني الراس كيمشي الخدمه ديالته تيرجع وتيخليها بخاطرها. زائد انهم ملي كانوا كيجبدوا الموضوع ديال الوليدات فطومه زعما على اساس انها تحمل، فهي اصلا ما كانتش باغا تولد، لانه واحد المره راجلها غادي يحصلها بلي كتاخذ لابيلي، لانه من قبل قالت ليه بلي هادشي ديال الله ما كتبش علينا. ولكن ملي حصلها غادي يجبد هذا الموضوع مع الام ديالها على اساس تهضر معها وترد ليها عقلها باش زعما يديروا وليدات ويكونوا اسره بحالهم بحال العائلات العاديه. ولكن فطومه ما كانت كتسمع لا لامها لا لرجلها، داكشي اللي في راسها كديروا. البوليس حيت سمعوا هاد الهضره كلها بدا كيدخلهم الشك شويه بشويه من اتجاه حسن، وحتى من اتجاه مثلا صحاباتها ولا الجيران ولا شي حد اللي تعرفوا، خاصه انه الاغلبيه ما كانش كيحمل في الطومه لانه تيقولوا متكبره وكدير معاهم المشاكل وما كتحترمش معاهم، وشحال من اسره من دوك الجيران خلقت ليهم المشاكل مع بعضياتهم. فهادشي علاش غادي يحاولوا على انهم يشددوا التحقيق مع اي واحد. وهنا غادي يعاودوا يستدعيو حسن وغادي يبداو يضغطوا عليه، لا ربما يكون عارف شي حاجه. ولكن السيد كان كيهضر بثبات وبعقل وتيقول باللي ما يمكنش انه يدير في مراته ديك الحاله بحال هكاك. المهم غادي يطلقوا لانه ما كاين حتى شي دليل ضده، ولكن غادي يمشيو يرجعوا عند هذاك الجار اللي هو في الاصل مشى عند حسن وقال ليه بلي انا شفت مراتك مع شي واحد جالسه معاه في القهوه. غادي يمشيو عنده ويقولوا ليه تنعت لينا هاد القهوه بالضبط هي فين كاينه. فعلا غادي يمشيو ويوري لهم القهوه فين كاينه، وغادي يمشيو عند هذاك السرباي. المهم السرباي غادي يوريو التصويره ديال فطومه واش كيعرفها واش فايت ليها جات، وغيقول لهم فعلا بلي تقريبا جات شي 3 المرات مع واحد السيد معروف مولف يجي هنايا كل مره كيجيب شي بنت في شكل. غادي يقول ليه بلي زعما ما جاش عندك شي واحد كيسولك شي حاجه ماشي هي هذيك. فهنا هاد السرباي غيقول لهم فعلا جا عندي واحد السيد وكيسول على فطومه، كان جالس في الاول يعني طلب شحال من حاجه قهوه ما خلى ما طلب، بقى جالس في ديك القهوه مده طويله. من بعد ملي جيت انا عنده على اساس كنتحاسبو غادي يمد ليه في يده واحد 100 درهم وغادي يقول لي عافاك الله يرحم لك الوالدين بغيت نسولك وإلا كان ممكن ديرني بحال خوك. وهنا السرباي غادي يقول لي سولني اللي بغيتي انا نجاوبك. غادي يقول لي بلي واحد السيده كتكون هنايا وراه التصويره وزعما بلي راه تجي مع واحد السيد واش كتعرف عليها شي حاجه وعلى داك السيد اللي تيجي معاها. فهنا غادي يقول لي بلي هذاك السيد موالف تيجي معاه بنات ما مره ما جوج، وخلاص هاد السيده تقريبا راه شي 2 مرات وهما تيجيو هنايا. حسن ملي سمع هاد الهضره من عند السرباي بحال الا زاد تاكد من الهضره ديال الدجار، وغادي يقول لهاد السرباي صافي شكرا انا غادي نمشي. والسرباتي يقول البوليس باللي ما عمره باقي ما شاف حسن رجع لهاديك القهوه، يعني من ديك المره جا استفسر بقى جالس مده طويله، من بعد خدا المعلومات اللي بغا ومشى في حاله. فهنا يزادوا الشكوك ديالهم ضد حسن، خاصه انه جاو كيستفسر على مراته عند هاد السرباي، يعني كان كيراقبها مزيان، فاكيد غادي يعرف بانه بين مراته
كتخونو. ايوا غير هما عرفوا هاد المعلومه هادي مباشره غادي يرجعوا عند حسن للورشه ديالته، بداو تيسولوه ويحققوا معاه، ولكن في واحد اللحظه فاش دخلوا معاه في لي ديطاي ديال ان السربعي بدا تيقول لهم بلي راه حسن جا وتيسول على مراته هادي وهادي، بحال الا بدا كيتوتر في الهضره ديالته، بدا كيدخل ويخرج في الهضره. فهنايا ملي زادوا يشكوا فيه غادي ياخذوا واحد الامر انهم يجيو يفتشوا الدار ديال حسن كلها ويفتشوا حتى الورشه ديالته. فعلا مشاو تيقلبوا الدار كلها ما لقاو حتى شي حاجه اللي كتثير الشك، وهنا غادي يمشيو حتى للورشه بداو تيقلبوها مزيان من هنا ومن لهيه من هنا ومن لهيه، ومن بعد ما غادي يستعملوا ماده اللومينول غادي يلقاو في الورشه كاين داخل عندهم واحد البيت اخر اللي كيخدموا فيه، غادي يلقاو تما شي طبايع خفافين ديال الدم. المهم غادي تبين لهم بلي كانت تمايا شي دم، كذلك غادي يلقاو واحد العصيه اللي كانت فيها واحد شويه ديال الدم. غادي يهزوا هاد الشيء وغادي يواجهوا به حسن هاد النقيطات ديال الدم شنو كيديروا عندك هنايا. المهم زادوا كيضغطوا عليه حتى في واحد اللحظه السيد غادي ينهار وغادي يبدا يبكي وغادي يبدا يغوت وغادي يحس بالاهانه، وفي الاخير غيعترف وغيقول لهم فعلا انا اللي قتلت مراتي في الطومه حيت كتستاهل. مهم غادي يهزوا هذيك الخشبه ودوك العينات غادي يصيفطوهم للخبره، وهنا غادي يديو حسن للتحقيق على حسب الاقوال ديال حسن. فهنا غادي يعاود ليهم كل شيء بالتفصيل من الاول. تيقول لهم بلي هاد فطومه اصلا تعرفت عليها في واحد القهوه لانه هي كانت سربايه، وبصح كانوا تصرفاتها خفافين. خاصكم تعرفوا ان فطومه كان في عمرها 30 عام، يعني في بدايه الثلاثينات من عمرها، اما حسن فكان في عمره 40 عام، بيناتهم ديال الفرق 10 سنين. المهم تيقول بلي حسن تعرف على فطومه في واحد القهوه كانت دائما كتسربي فيها، ولكن في واحد الوقيته طورت العلاقه ديالتهم. ملي طورت العلاقه ديالتهم لاحظ ان فطومه بحال الا جمعات راسها وباغا غير تزوج وتستر، وفعلا غادي يقدم هاد الخطوه، غادي يخطبها وغادي يتزوج بها ويجيبها لدارها على اساس تستر. وملي عرف الظروف العائليه ديال فطومه باللي كانت ساكنه غير هي والام ديالها واختها وهي اللي خدامه عليهم، فقرر على انه يجيب حتى الام ديالها واختها ويتكفل بهم. وفعلا كلهم كيشهدوا بهذا الشيء هذا باللي حسن ما خلى ما دار على قبلهم. فمن بعد ملي تزوجوا دازت واحد المده طويله كانت الامور كلها مزيانه، تقريبا واحد عامين وهما مزوجين. كانت فطومه تتعاملوا مزيان، كتنوض الصباح بكري توجد ليه الفطور، تصب ليه حوايجو، تحددهم ليه، يعني كانت مهليه فيه ديال بصح، لدرجه انهم ملي توصل العشيه ضروري تيلقاو الجيران ان فطومه خارجه وهزه واحد القفيفه ولا شي صاك ولا شي حاجه فيه كاسكروط فيه ما تخلي ما طيب وتديه للورشه ديالته وتعطيه ليه يدير كاسكروط هو وداك السيد اللي معاه. يعني كان كل شيء تيشهد بلي هاد السيده مهليه في راجلها ديال بصح، لدرجه هذيك عامين كلها كل شيء كان كيحسد حسن لانه عنده زوجه مثاليه بزاف. وحيت حسن كان كيسمع هاد الهضره من عند هاد الناس بلي كل شيء تيشكر مراته وبلي سعداتو بها، في واحد النهار يعني في نهار عيد زواجهم قرر على انه يكتب ليها الدار بسميتها. بطبيعه الحال هي كانت كتدور وكتلح عليه بخصوص هاد القضيه ديال الدار، لانه تتقول لي بلي ما عنديش وليدات وانا غادي وكنكبر وهادي، فهو منو دراسو غادي يفكر على انه يكتب ليها الدار بسميتها. فعلا نهار اللي كتب ليها الدار في سميتها السيده دارت واحد العراضه كبيره ما خلات من قالتها، كل شيء كان فرحان وحتى امها يعني فرحات بهاد القضيه اللي دار معها راجلها. ولكن ما ظنوش نهائيا انه من وراء هاد الشيء هذا تقدر تبدل ديك الانسانه من واحد السيده زوينه الله يعمرها دار لوحده خايبه وانانيه ومتكبره بزاف. يعني دازت غير واحد المده من وراء ما كتب ليها الدار حتى ولا السيده كتعامل معاه في شكل، ولات كتغوت عليه، ما بقات كطيب ليه، ما بقات تصبل ليه، ما بقات تدي ليه كاسكروط كيف ديما في العشيه اللي كيشوفوها الناس غاديه. بالعكس في العشيه ولات كتقاد وتلبس مزيان وتمشي لشي بلاصه تجلس مع صحاباتها في القهوه، خلاص الفلوس ديما موجودين عندها. يعني السيده كانت عايشه واحد الحياه كيف ما بغات هي واقيله من قبل. يقدر دارت هاد حسن غير طريق على اساس انه يحقق ليها داك الشيء اللي بغات. المهم حسن ميك على هاد الشيء هذا وخلاها براحتها، ولكن النهار اللي ساق الخبر بانها جالسه مع شي واحد في القهوه وهو كيضل يضرب تماره عليها، هنا السيد تقلب ديال بصح، لانه السيد اللي جا عنده وصل ليه هذيك الهضره ماشي اي واحد، كان عارف واحد الانسان الله يعمرها دار وغادي يبغي ليه غير الخير.
فداك الشيء علاش حسن من ديك الوقت قرر على انه يراقب فاطمه، واهم حاجه كان كل مره كيهز التليفون ديالها كيلقاها دايره ليه الكود وما كتبغيش نهائيا تعطيه الكود ديالها. فداك الشيء علاش فاش ما بغاتش هي تعطيه الكود زاد دخلو الشك وقال انا هاد السيده غادي نراقبها مزيان. فعلا بدات يراقبها ما مره ما جوج حتى لواحد النهار فاش صون عليها وقال لها انت فين كاينه، يعني في الوقيته ديال العشيه، لانه ولا فين ما يصون عليها يلقى السيده خارجه. قالت لي بلي انايا خارجه مع الصديقه ديالتي، وديك الساعه كانت هي يلاه غادي تخرج. المهم غادي يمشي لجهه الدار، بدات يراقبها حتى خرجات، بقى تابعها شويه بشويه حتى كيلقى السيده على انه زادت خرجات للشارع وطلعت مع واحد السيد في الطوموبيل. بقى تابعها حتى هويا بالطوموبيل لانه حسن كانت عنده طوموبيل. المهم بقى تابعهم حتى غادي يوصلوا لواحد البلاصه وغادي يدخلوا لواحد القهوه، ماشي ديك القهوه اللي موالفين يجيو ليها، مشاو جلسوا في واحد القهوه اخرين، بقاو جالسين مجمعين تيهضروا مده طويله، هو تيحط عليها يديه هي كتحط عليه يدو. المهم بقات القضيه بحال هكاك. من بعد غادي ترجع في الطومو وغادي ترجع في حالها للدار. ايوا هنا السيد صافي يعرف داكشي اللي قال ليه السيد بصح، لانه ملي رجع للدار وسول في الطومه فين كانت ديك العشيه ما قالتش ليه بلي انايا كنت مع داك السيد، بطبيعه الحال غادي تكذب. فقالت لي انا كنت مع صاحبتي مشينا للسوق كنتقداو تندورو وهكا، ومن بعد صافي قلبات الهضره. ايوا غير هو ساق الخبر لهاد الشيء هذا، صافي هنا السيد تقلب ديال بصح وحس بالاهانه وحس بالخيانه ديال بصح. كيشوف داكشي كامل اللي كان بنا في حياته كلها في لحظه واحده غادي تجي هاد السيده وغادي تدمر ليه كلشي. الاكثر من هادشي انه ديك الدار كلها كتبها ليها، فهنا حلف خاطر بانه هاد الدار لا بقات ليها ولا كانت ليها نهائيا ومستحيل تبقى فيها. فداك الشيء علاش بدات يخطط على انه هاد السيده غادي يصفيها ليها باش ياخذ الحق ديالو منها. ففي واحد النهار بحال اليامات العاديه وبالضبط نيت في هاد الليله ديال الجريمه. المهم حسن كان خدام جالس مع ليه ما بيه، توصلت تقريبا شي 9 كان هو وداك السيد، وفعلا كانوا في هذيك الليله خدامين على اساس يكملوا شي خدمه باش يوصلوها للناس الغد ليه غادي يجيو وياخذوها. المهم كانوا خدامين، يعني 9 هما باقيين خدامين في هذيك الورشه ديالتهم. ولكن في واحد اللحظه هاد السيد اللي خدام مع حسن جا واحد اتصال من عند مراته باللي داوها للسبيطار لحقاش كتولد وكانت حامله. فهنا غادي يقول لي ضروري على انه غادي نمشي ونوقف مع مراتي، يعني شحال من حاجه يدي الوثائق وداكشي كامل اللي غادي يخصها. فهنا حسن غادي يقول لي صافي غير سير انا غادي نكمل هاد الشيء هذا ومبروك عليك الزياده. غير حيت هو سمع هاد الشيء هذا طاح في باله بانه هاد الورشه هاد الليله غادي تكون خاويه، وصافي هاد الليله فاش غادي يرتكب الجريمه ديالته. بطبيعه الحال ملي صون على فطومه قالت لي بلي انا خارجه مع صاحبتي كيف العاده، ولكن قال مع راسو اكيد هذه ما خرجت مع صاحبتها، خارجه مع داك السيد وما باغاش تقولها. فهنا غادي يقول لها بما انه انتي خارجه ملي دوزي مباشره للورشه عندي باش تشوفي واحد الخشب سلعه جديده جات وصلات غادي نخدم بها، تشوفيها واش هي نيت اللي بغيتي باش تبدلي بها البلاكارات ديال الكوزينه، لانه فعلا هذا الموضوع كانوا حاضرين عليه من قبل. هي غير سمعت هاد الهضره قالت لي صافي انا غير نسالي مع صاحبتي نشد الطاكسي ونجي مباشره للورشه نشوف داكشي اللي بغيت. فعلا في هاد الوقيته اللي وصلت فيها في الطومه كانت شي 9:30. غير هي وصلت للورشه دخلات غادي يقول لها الدخل لداك البيت اللي كيكون لداخل كيكونوا حاطين فيه الخشب وشحال من حاجه، يعني ما خلاهاش وسط الورشه اللي كيكونوا الناس غاديين جايين وتيشوفوا اش كاين. غادي يسد واحد شويه واحد الباب اللي تيكون عندهم باب الاول عاد الكراج. غير هي دخلات هو تابعها من اللور، هذيك الدخله اللي غادي يدخل غادي يهز واحد الخشبه اللي كانت غليظه وعامره وغادي يضرب بها ضربه واحده على راسها حتى طاحت الارض. بطبيعه الحال ملي طاحت بقات شاده وكتحاول على انها تنوض، ولكن كانت دايخه وبحال باغا تغيب. هذيك اللحظه غادي يستغلها وغادي يعاود يهز هذيك الخشبه وغادي يجيبها على العنق ديالها من القدام، غادي يزيرها وهو كاين من اللور بقى كيزير فيها حتى السيده غادي يخنقها لدرجه العنق ديالها غادي يعوج. ملي دار هاد الجريمه هادي خلاها تما ورجع للورشه ديالو في الوسط حل داك الباب، بقى تيكمل وتيخرج تيهضر مع شي وحدين حدا الباب بحال الا ما كاينه حتى شي حاجه. من بعد بقى بحال هكاك خدام حتى وصلت شي 12:30 لوحده، وعرف باللي كل شي سد كل شي دخل بحالته وهو بوحدو اللي بقى. وكان تيقول للناس بانه راه خدام على شي خدمه غادي يجيو شي ناس ياخذوها غدا خصها تكون واجده، كل شي كان عارف علاش هو حال ومعطل ديك الليله.
المهم اللي وصلت ديك الوقيته غادي يجيب الطونوبيل خلاص حدا الورشه هي كان كيحطها، ولكن زاد قربها حدا المحل. ملي وصلت الوقيته على انه غادي يسد، بدا تيطل تيشوف كل شيء سد، راه شويه بشويه شويه بشويه قبل ما يوصل جهه الباب عاوتاني مشى تيطل وتيراقب واش ما كاين حتى شي واحد كيشوفه. وفي هذه اللحظه الطونوبيل راه كندور جهه الكفر جهه الباب ديال المحل، يعني حل هذاك الكفر لصقو نيشان مع الباب ديال المحل باش يطلع نيشان الجثه ديال مراتو في الطومه. فعلا طلع الجثه، سد هذاك الكفر، من بعد غادي يسد هذاك الكراج يعني ديال المحل ديالو وغادي يمشي مباشره من اللور ديال المقبره. في الاول كان كيدور وتيقلب وتيفكر فين غادي يدير الجثه ديالتها، فما يبان ليه الحل الوحيد غير على انه يمشي حط الجثه ديالتها ورا المقبره في ديك البلاصه فين اكتشفها العساس. من بعد ما اعترف حسن بهذا الشيء كامل غادي يديوه باش يدير اعاده تمثيل للجريمه كلها من الورشه حتى البلاصه اللي مشى لجهه ورا المقبره، وغادي يحط الجثه ديال مراتو تما. وفي الاول كان كيحاول على انه يحفر، ولكن جاه الحفير يعني صعيب وغادي يبقى واحد المده طويله، فحفر غير واحد شويه، حط الجثه ديال في الطومه وبدا تيردم عليها التراب وحط غير شي حجر بحال هكاك، ومن بعد غادي يرجع بحاله للدار. وملي رجع للدار خلاص دار راسو بانه كيسول على فطومه وتيقلب عليها، ولكن هو في الاصل اللي تخلص من فطومه. فمن بعد هاد الاعترافات كاملين غادي يدوز في جلسات المحاكمه، وللاسف غادي يتحكم على حسن بالسجن لمده 25 عام ديال السجن. فخليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير وقولوا لي واش حسن كان كيستاهل هادشي كامل وكيستحق نيت هادشي باش غادي يتحكم عليه. ما تبخلوش عليا بالبارطاج ديالكم، وفي حاله الا كانت عندكم اي قصه صيفطوها لي باش ندوزها على القناه. كذلك اللي كيشوف هذا المحتوى اول مره وعجبو ينزل دابا باش يشترك فيه ويوصلوا اي جديد من القضايا او الفيديوهات اللي كنحط. كذلك خليو لي واحد لايك كومونتير زويون، وخليت لكم راحه نتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله. نهاركم مبروك، في امان الله.